انا جالي حمام هدية ومش من اي حد، ده من رئيس فرع القاهرة للاتحاد المصري لسباقات الحمام الزاجل. بشكره جدا، بشكرك جدا 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 يا استاذ منصور علي على الهدية القيمة دي، وان شاء الله يعني يبقوا ابطال ويبقى بفضل دعمك ليه. وبالمناسبة ديت حابة اشكر اي حد من خارج مصر حابب يدعمني، بس عايزه اقول لكم ولاد بلدي عاملين الواجب وزياده. بالنسبه بقى للنقطه اللي في بعض التعليقات، اصل انت واحده ست بيدعموكي، طيب هيبقى حاجه حلوه ان القوي يدعم الضعيف. بس عايزه اقول لكم سواء كنت ست او راجل وحضرتك لسه مبتدئ ومشترك في الاتحاد الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل، هتلاقي فيه ناس محترمه جدا ويدعموك، وهم الناس لو انت مشترك هتعرف قد ايه الناس ديت بتدعم سواء ست او راجل، واساسا هم ما يعرفونيش، يعني هو الدعم اني انا دخيله في الهوايه فحابين يدعموني يعني. فدي حاجه ممكن تكون مش كتير من السيدات بتدخل، فدي حاجه يشكروا عليها يعني. بالنسبه بقى لاستقبال الحمام، انا بسرعه كده قبل ما الفيديو يخلص، انا بجيب طاجن جديد، سقايه جديده، بحط بس كام نقطه خل، عندك خل تفاح تمام، ما عندكش حط خل ابيض. ولازم تنضف الدرج ده، بس انا مش غسلاه لكن منضفاه عشان اتابع الزبله، ويفضل برضو ان انت تغسله. انا هغسله دلوقتي وهرش برضو في المكان فيركون اس، وهغسل برضو الارضيه اللي ورا. بس كده الموضوع بسيط، بنتابع الزبل اول باول لو في اي تغيرات. وحاجه مهمه جدا، انا في الطبيعي زي ما انتم شايفين انا مش قافله السلاكه، ليه دولت انا قفلت لهم الاتجاه هنا، مع ان ده مش اتجاه الهواء المباشر ولا حاجه، لاني انا معرفش هو طبيعه الجو اللي كانوا فيه ايه، كان متقفل عليهم ولا لا. فالتغيير المكان دوت لو هم اتعرضوا، يعني مش شرط يتعرضوا الجو بارد قوي او تيار هوا، بس اختلاف الجو نفسه ده ممكن يأذيهم او يعمل لهم مشاكل صحية. فاحنا قفلنا اهو الجزء دوت، والجزء ده كده كده اللي هو هنا ده مفيهوش اي تيار هوا. وتابعوا معايا ان شاء الله، هنخليهم اسبوعين لحد ما يشدوا حيلهم، وهنشوف هنعمل معاهم ايه.